وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم. ما تنسوش بقى الدعاء كتير وسورة الكهف والصلاة على النبي كتير. والله يرحم أمي ويغفر لها ويسامحها ويسكنها فسيح جنته. ده جزء من يوم الجمعة. ولادي بيستنوا يوم الجمعة عشان ده يوم الأجازة طبعا، وعشان الفطار البلدي هما مسمينه ده فطار بلدي، عاوزين يا ماما فطار بلدي. بالنسبه لهم ان هو يوم اجازه، بس انا بالنسبه لي مش اجازه، لازم اصحى بدري لان احنا الفطار ده لازم نفطره قبل صلاه الجمعه. جوزي بقى بينزل يجيب الحاجه اللي هي الناقصه من البيت عشان نحضر الفطار، سواء بقى فول ولا طعميه ولا خضار صابح. طلعت بقى بطاطس وهقشرها واقطعها صوابع وولعت النار على الطاسه اللي هقلي فيها البطاطس. وابتدي بقى اجهز، دي اول التجهيزات، على ما البطاطس تتحمر اكون انا خلصت باقي الحاجه. جهزت بقى اذا كنت هعمل سلطة ولا هنضف خضار ولا هوضب الفول او الطعمية او الكلام ده كله. هحط بقى البطاطس تتحمر. هي البطاطس كميتها كبيرة، احنا مش عازمين حد ولا حاجة، بس هو يعتبر الطبق الرئيسي على الفطار لان ولادي بيحبوا البطاطس جدا زي اي اطفال. كده خلاص حطيت البطاطس كلها، وهبتدي بقى افرش حاجة على الرخامة. هو انا ما عنديش المفارش اللي بتتفرش على الرخامه خلصانه من عندي، فلازم افرش حاجه بحيث ان انا انضف عليها كل الخضار والمها مره واحده ما بهدلش الرخامه. كده نضفت البصل ونضفت الجرجير. ده اول طبق خضار، وهعمل بقى طبق سلطه يوم الجمعه دي. يعني حاجه مختلفه شويه، انا بعمل سلطه بانواع كتير، يعني ممكن احط فيها 12 نوع مثلا من الخضار. لكن لا، السلطه بتاعت يوم الجمعه ده بيحبوا ياكلوا كل حاجه لوحدها. انا بقطع طماطم واحط عليها فلفل وليمون والتوابل بتاعتي بس، ما بحطش حاجه تاني. الجرجير لوحده والبصل لوحده والفلفل لوحده. دي حاجات كده جانبيه. هخلص بقى تقطيع الطماطم واقطع عليها قرن فلفل. السكينه اللي في ايدي دي مخصصه للطماطم مشرشره، عشان الطماطم بتخلي السكاكين تبقى تلمة مش حاميه. دي انا مخليها للطماطم بس، بتقطعها حلو ومش بتعصرها وهي بتتقطع. خلصت بقى تقطيع الفلفل، وهحط ملح وشطة وكمون وخل وليمون، ويبقى كده ده طبق السلطة. جربوها ومش هتندموا، هتعجبكم، وعد مني يعني هتعجبكم. خلاص كده خلصت طبق السلطة، بقى اشوف ايه اللي جاي بعده، يعني هحضر ايه تاني. كده الخضار خلص، هحضر بقى احط الفول واتبله. انا ما بحبهوش، يعني ما بحبش اجيب الفول متوضب، لا انا اعمله. ومش بنحبه حب، يعني بنحبه يبقى مهروس. كده البطاطس خرجتها خلاص، يعني ما بخليهاش تستوي اكتر من كده عشان تبقى طرية، عشان زي ما قلت لكم ان انا عندي يعني ما بيعرفش يمضغ كويس. خلصنا بقى البطاطس، وهتبل الفول، هحط عليه التوابل بتاعتي، شطة وملح وكمون. في ناس بيحطوا عليه فلفل اسمر، بس لا، انا شايفة ان الفلفل الاسمر ما يمشيش مع الفول. احط التوابل، وهعصر عليه ليمون وزيت، ويبقى دي تتبيلة الفول. الناس اللي ما بتتجمعش على فطار او غدا او عشاء يوم الجمعة فايتها كتير بصراحة. اللمة حلوة وبتفتح النفس وبنتجمع على الاكل. ده هو يوم في الاسبوع، يعني لازم يبقى روتين يوم الجمعة كده ان احنا بنتجمع كلنا على فطار او غدا او عشاء. هنا بقى هفضي الطعمية، وفضيت جبنة وحلاوة. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.